ثورته والشعب الجزائري ما يسمحش في أبنائه. وبالمناسبة أقول أن رئيس الجمهورية المترشح عبد العزيز بوتفليقة لقد ما لاحظناه هو أن 4 ملايين نتاع استمارات. هذا يدل على أن الشعب الجزائري قد اختار وتوجه إلى الأمن والاستقرار، وبالتالي ما زال هذا الرجل العظيم ما زال يحبونه الجزائريين. وخير دليل على هذا أنهم أعطوا له 4 ملايين استمارة. فأنا اليوم لولا مصلحة البلاد ولولا أن نعطي المصداقية على الانتخابات من أجل أن تبقى الجزائر واقفة، ومن أجل لأن الشعب الجزائري ما يبغيش الحقرة، والشعب الجزائري يحب بوتفليقة، وبوتفليقة أعطى الكثير ويحب نحمو ويحب نحمو سمعت أنا الشيء اللي نقول لكم. الملف جاهز وملف كامل، وقدرنا أننا نجمع انتخابات المنتخبين 640 منتخب. أنا لا أفهم أن إنسان ما عندوش حزب مين يجيوك أنت أكثر من 3000 منتخب وأنت تتكلم على الرشوة. أنا نظن أن الشعب الجزائري يعرف كل فينا على حدة. نعم إذا لم يقبل المجلس الدستوري أين ستتوجهون؟ والله أنا أذهب في اتجاه مصلحة الجزائر، وإذا كان مصلحة الجزائر عند بوتفليقة فأنا مع بوتفليقة ظالم أو مظلوم.